هذا الزامل من كلمات الشاعر صدام السوادي موجه للقيفة عامة والمشايخ خاصة لحل قضية الشلاجبة وآل طربوس الذي طالت وأخذت عز الرجال شيبه وشاب من عام 1987 إلى عام 2024. نسأل الله سد الشان وتقبلوا تحياتي. أداء الشاعر صالح العجل. هات القلم يا فهد بكتب لك مقالي ما خاف من قيلة وقال أخوالك الجودات ذي خير الرجال قريش من بعل الرجال العرف فيهم والكرم والمثالي في كلهم يضرب مثال والسلف والعادات وقرون جلالي ما يرجع ولو انجلال ما عاد يحتاجوا معرفهم جمالي العيش منهم والجمال اول صدر للكل ما فيها مجالي متروك لي واحد شي مجال والثانية يا شيوخ ذا جاهي وشالي والجاه ما هو بس شال جهالي سواد انكم يكفي جدالي وجب يوقف ذا الجدال قبل 90 تجاهد القتالي عدى 30 القتال اتفرقع ومساوي طلعوا في الحلالي لما يسدون الحلال انت ولها قد والعواجه والميالي اكيد ما تلقى ويال الكل قطعها وكل لا نضالي ملاح ووجه لا نضال نعرفها ومتعقده ما هي سهلي وكلكم انت وسهل يا احمد ولو سيف الذهب قص طوالي والجبر يدعى للطوال وصالح جوفي معك نص الليالي وابن الصراوي ميلك ليال لموا عليه سلام وعامر لظلالي والواقع قدها وظلال والشيخ عليه طير حزامكم والنصالي والنامس خير النصال والشيخ زايد هالريامي ما يبالي والشربة أحمد ما يبال والقياني عمار لا قلت تعالي لبا وديع من دون تعال الشيخ الحسن البزيضة والهلالي سنان جهر عون الهلال والرازق قوم ما هم شقلالي وعامر التيسي فعال وشيخ عباس الوفا حمل الثقالي والسب وأحمل الثقال وناس لبمك لنا الحسين في العلالي والراجع ذكرى يبقى والحادث هنا ما
سكرنا له ذبالي وسامحوني في الزلال ما ظنها وطايل ولا قال خيالي ما حد مصدق ذا خيال ضرب وسنا نفس الشر جبيلكم غوالي لا تتركوا ذولا الغوال وانتم تردوا السيل ذي سيال وسالي عهودكم موطى وسال ومقلته العينين وحده بالسبالي وانتم لهم دايم سبال راح المشايخ والمشايخ والعيالي مشي سخا قتل العيال جم جاحرهم بالعرض والهوى العدالي كفاين ما فيكم عدال هذا ما قوله عند التوالي وانتم لها عند التوالي والختم ندعي ربنا هو ذا الجلال نشتكي إلى كل حال